العناوين الكثيرة جدا. يكفي بأن نقول بأنها قمة الريال واليوفنتوس، القمة التي شهدت العديد من الأسماء والنجوم والقصص والذكريات ونهائيين سابقين في دوري الأبطال. قمة أهداف ديل بييرو على كاسياس في ذاكرة هذه القمة. يا للعناوين التي تفتحها ذكريات هذه القمة، يا للذكريات التي تفوح منها بعد فوز في المباراة الأولى على الميلان، ثم بعد ذلك على اليونايتد قبل خسارة كروية في واحدة من المباريات. انظر إلى المتعة تبدأ مبكرا، القائم أولا وبعد ذلك هدف يأتي عن طريق مويسكين. هنا انطلاقة أولى، ضربة أولى، اليوفنتوس يعيد الذكريات مجددا. لا يمكن أن يتأخر، غياب الهدافين لا يمكن أن يكون عذرا. هنا دائما يوجد شخص آخر يا كورتوا. كارلو أنشيلوتي يقف، لم نذكر التشكيلة بعد. مويسكين يقول اذكرني أولا، اذكرني أولا. اليوفنتوس يضرب ماكيني في موطن مويسكين في منطقة الجزاء. 1-0 يتقدم. لسه ما قلنا بسم الله. لسه شوف كيسا، شوف ماكيني، شوف الكرة تصطدم في القائم. مويسكين في التراجع والتمركز، وبعد ذلك هدف أول في هذا التوقيت. يتقدم اليوفنتوس، تعود عن طريق بيلينغهام يتقدم، بيرسل الكرة إلى فينيسيوس. هنا السقوط كروس على تنفيذ كرة ثابتة. محاولة لإعادة ريال مدريد من جديد، كرة عرضية، الكرة بتتخلص، تعود مرة أخرى في نص الملعب. أفكار، لكن شايف الآن لا الخطط لا تنجح في الدقائق الأولى. ضغط اليوفنتوس ينجح يكين. الله، آخر مواجهتين ويلعب كعب مويسكين بعد. الكرة تصل بعد ذلك إلى كيزا، لم يسجل الكثير في الموسم الماضي. يغيب فلاهوفيتش الذي كان هدافا للفريق في الموسم الماضي. والتصويبة تأتي من جانب المدرب عن المنافسة. الله على التمريرة من فيني إلى غارسيا، يتقدم. هنا الوقوف، العرضية منتظرة، لو مر، لو عدى، لو عرض، الراسية لا تأتي يا خوسيلا. وهذا فيني يتقدم، لو عدى، مر من الأول لكن تاخذ، لكن كيزا عرضية راسية. الله يا يوفنتوس، يا يوفنتوس، بلاعبيك عليك أن تقاتل في الموسم المقبل، بأقل الصفقات عليك أن تواجه، في محاولة أيضا لتجاوز العقوبات، لتجاوز كل ما مر من خلاله النادي من صعوبات في الفترة الماضية، بالأسماء الموجودة، بالشباب الذي يملك كامافينجا. صارت إلى فيني، يتقدم لو عدى. الله يا فينيسيوس، حارس المرمى يتصل. استلام من ماكيني، وصلت بعد ذلك إلى كوستيج. يتقدم كيزا، لاعب لو فتح المساحة بيرسل الكرة. اليوفنتوس عرضية. الله، ما أجمل التوقيع أولا في مرمى ريال مدريد يا ويام. يا لها من لقطة تدخلك إلى قلوب جماهير السيدة. هدف في مرمى كورتوا. اليوفنتوس يسجل أولا. تيموثي ويام إنه يسجل كما كان يفعل والده الملك جورج. الله على كرة كانت أقصى اليسار. شوف العرضية، شوف المتابعة، شوف التوقيع، شوف أول أهدافه بقميصه الجديد في مرمى الريال. ماذا تريد أن تقول لعشاق اليوفنتوس؟ يا لها من بينية يا كيزا، يا له من تحرك يا ماكيني، يا لها من مساندة وإضافة يا ويا. تستطيع أن تتلقى بعض الإشارات الآن. الإشارات، هل من إشارات يا لوكا؟ الكرة وصلت، الإشارة تأتي لكنها ضاعت. من الذي أهدرها؟ يا خوسيلو، يا خوسيلو، لن تأتيك فرص أخرى، أنت في 33 من عمرك. شوف اللقطة، شوف البينية، بعد ذلك الكرة. هذا لوكا، هذا بيلينغهام، الكرة بتتهيأ أمام خوسيلو بعد إعادتها من المدافع، ولكن الكرة بعد ذلك
بتتحول إلى خارج الملعب. ضربة مرمى، سجل هدف أمام اليونايتد، كان هدف بشكل رائع، وكما ذكرت وصل 33 سنة على سبيل الإعارة أيضا من جانب إسبانيول. كورتوا ماذا عن الشباك هنا؟ ميريتي مع الحائط البشري يحاولون إيقاف كرة ثابتة. توني كروس بيرسل كرة تصطدم، تعود الآن قوية لكن أيضا تصطدم وتتحول إلى ضربة ركنية أو ضربة مرمى يشير إلى، وجماهير مدريد منهم تنتظر لقطة تحول إلى المرمى. كرة عرضية وصلت، بيلينغهام عدى، الله يا بيلي يا بيلي، الله يا كرة صوبها بيسرى لكنه تشيزني يقف لك الآن. شوف العرضية الموجهة بالسنتي، استلام حلو، مرور أحلام، انهاء، لكنه تشيزني ما زال يقف. كرات مدريد لا تسجل، تعاندهم أحيانا ويقف تشيزني أحيانا. لما تحدث عن الرقم أبدا، خذ راحتك يا فينيسيوس. الكرة بترجع إلى كامافينجا في الجهة اليمنى، في مكان إلى باسكيز، باسكيز يتقدم إلى فيني، لكن الكرة في الشباك الخارجية، في الشباك الخارجية ضاعت. 36 دقيقة، أستطيع أن أقول بأن هناك فرص لكن ليست كلها حقيقية. هذه الكرة لم تكن تصويبة حافظ عليها ولكن طالت، صارت مرتدة، اللمسة سريعة، الله الله عشان التمريرة يا فيني يتقدم، الله هذا ما يجب أن يكون عليهم صاحب الرقم 7 وقائد المشروع. هدف يسجل بعد تمريرة وليس إنهاء، التمريرة الوحدة هدف والإنهاء هدف آخر. 2-1 سجل فينيسيوس بعد انطلاقة، لكن التمريرة سحر، التمريرة كلام كبير يا توني. شوف الدقة، شوف الألمان، شوف الكرة اللي راحت، شوف السرعة، شوف الإنهاء. فينيسيوس يسجل، من يريد أن يكون قائد المشروع الرقم 7. الله على تمريرة، لا تمريرة إحراج كبير، لكن شوف الإنهاء إخراج كبير أيضا، إخراج كبير. إنه فينيسيوس الذي يسجل الآن الرقم، وكأنه يريد أن يقلبها في شوط واحد، لكن الكرة بتتخلص. طالت الكرة وتحولت بعد ذلك من جديد إلى خارج الملعب، رمية تماس، ضغط كبير يا توني كروس. الكرة اصطدمت هذه المرة، شوف الأولى تشيزني يتألق، شوف الثانية المدافع يتصدى لكرته، شوف هذا ناتشو أولا وتوني كامل. الكرة تصل إلى كامافينجا اللي وقف، فتح مساحة، لوكا لمسة، باسكيز عرضية، عادت إلى لوكا في مكان، تصويبة، الله يا يرسل الكرة في نص الملعب باتجاه كامافينجا بيرسل الكرة إلى فينيسيوس، يا سلام، عدى، تقدم، لكن طالت الكرة بعد ذلك وتحولت إلى ضربة مرمى. ضربة ركنية، شكل الحكم قالوا له ضربة ركنية ولا شيء. هذا فينيسيوس، زعلان فينيسيوس، شوف اللقطة، شوف المرور، يعتمد على السرعة، حاول بعد ذلك جاتي إيقافه، لكن الكرة بتتحول إلى خارج الملعب. شوف القميص في اللقطة الماضية، يمكن أفضل أمر بالنسبة لليوفنتوس هو جونتلي، لكن الكرة الآن إلى بيلينغهام، الله في مكان إلى فينيسيوس، لكن جاتي يتدخل، الحكم يشير إلى خطأ، إلى إنذار. جاتي شارك لكي يحصل على انذار بعد ثاني محاولة من فينيسيوس أمام الاحتجاج من لاعبين يوفنتوس، لكن الحكم هذا لا تحتاج معاه ما يتفاهم، وشايف أطول من كل اللاعبين. شوف الدفع من جاتي في اللقطة الماضية، خطأ لمصلحة فينيسيوس، تمريرة بيلينغهام في المساحة، فينيسيوس يعطيهم بالتأكيد هذا التحرك، هذا التمركز. يا روديجر ارجع، يا روديجر ارجع، مو بوقتك الحين يا روديجر. الآن ريال مدريد يريد أن يركز على هدف آخر، لكن شايف روديجر في هذه اللقطة شاف اشتباكات على طول. هذه مهمته الأولى. شوف هنا المساحة، التمريرة من بيلينغهام، جاتي والدفع، الذهاب إلى وجه فينيسيوس، كرة ثابتة على القوس،
خطيرة جدا في مكان صعب بالنسبة لريال مدريد. هذا فينيسيوس سجل أولا، الآن قد يصنع ثانيا، ولا أيضا على الكرة تارته. خوسيلو من الشوط الأول يبغي يشوط، لكن توني كروس الآن، وخوسيلو يتقدم قويا. خوسيلو لكن الكرة بتتحول. خوسيلو اللي لم تتهيأ لأي جدا من المجد وسنوات من التاريخ، ولكن من أجل التاريخ الآن، من أجل التاريخ يحاول خوسيلو أن يجد فرصة مع ريال مدريد. انظروا كيف يوزع الهدايا لهم لوكا، تارة لهذا وتارة لذاك، قبل قليل لبيلينغهام وبعدها لخوسيلو. يا خوسيلو وصلت إلى 33، إن لم تسجل في كل مباراة لن تحصل على فرصة مرة أخرى أبدا. هنا كارلو أنشيلوتي، وهذا شوف لوكا مودريتش من لمسة أولى على طول بيرسل الكرة إلى خوسيلو اللي حاول أيضا أن يصل بقدم اليسرى، لكن الكرة بتتحول إلى خارج. تريد أن تطمئن، الكرة تصل مرتدة. يا يوفنتوس، الاسم يبقى، التاريخ يبقى، الإرث يبقى. العب بكل ذلك، العب من أجل ذلك. الاسم نعم، التاريخ نعم، إنه اليوفنتوس، إنها السيدة، إنه فلاهوفيتش، إنهم يلعبون بكل ذلك رغم الظروف، رغم الصعوبات، رغم الغيابات، رغم الإيقافات، رغم العقوبات. ستظل يوفنتوس كما نعرف، وستبقى السيدة التي نعرف. هدف ثالث من كرة مرتدة، من كرة مرتدة مثالية، من نقلات. الاستحواذ لا يكفي يا مدريد، الأهداف التي توقعونها. فلاهوفيتش يظهر، اليوفنتوس يلعب باسمه رغم كل شيء، ويفوز ب3 أهداف مقابل هدف، ويعادل أكبر فوز حققه في تاريخ مواجهاته سابقا. ليلة 2003، ليلة 3-1، ليلة تريزيجيه هدفين وديل بيرو، لكن الآن فلاهوفيتش يسجل هدفا قبل أي تبادل. بات نادي برشلونة مهددا بالتعرض لكارثة كبيرة بعد 10 أيام من بداية الدوري الإسباني لليجا. ووفقا للشبكة ديفينسا سنترال الإسبانية، اتفق خوان لابورتا رئيس برشلونة في وقت سابق على بيع 16% من استوديوهات البارسا إلى صندوق استثماري مالي مقابل 65 مليون يورو. وكان نادي برشلونة أدرج هذه الصفقة في خطة الاستدامة التي قدمها لرابطة ليجا من أجل تسجيل عقود لاعبي الفريق الذين لم يدخلوا القائمة الرسمية حتى الآن، وأبرزهم ميلكي جوندوجان ورونالدو أراخو وإينيجو مارتينيز وماركوسوس. وأشار الشبكة الإسبانية إلى أن الصفقة على وسط الانهيار الآن، لأن الصندوق المالي يثق في إدارة برشلونة الحالية. وأوضحت أن توابع هذا الأمر ستكون كارثية على البارسا، لأن اللاعبين غير المقيدين في رابطة ليجا يستطيعون الرحيل عن البرسا مع بداية الدوري الإسباني.